السلام عليكم. الفيديو اللي فات عملنا فيديو البوش، تمام، وكلمنا عن كل التمارين اللي اتمرنا في البيت لتقوية عضلات الصدر والكتف الامامي والترايسبس، تمام، ودي تمارين الدفع. النهارده بقى هنعمل البول، تمارين السحب، تمام. تمارين السحب دي هنشغل فيها عضلات الظهر، وهنشغل فيها الكتف الخلفي، وهنشغل فيها البايسبس، تمام. وبالنسبه بقى بما انك هتتمرن في البيت فده المستوى الاول. فبعد ما تتمرن التمارين دي وتبقى كويس جدا فيها، مهم جدا بقى لو عايز تتطور فعلا في اللعبه انك تجيب عقله، تمام. العقله كويسه جدا، هتمرن فيها عضلات الظهر بشكل كبير جدا. هتتعلم عليها العقله، هتتعلم عليها الماسل اب، هتتعلم عليها التجديف. فالعقله من الحاجات العظيمه جدا. اما تبدا تلتزم ولقيت نفسك خلاص بقيت ملتزم وبدأت تتمرن فعلا، ابدأ هات عقلة بقى مع مستوى 2، عشان العقلة هتفرق معاك جدا في تقوية عضلات ظهرك وتشكيلها كمان بسرعة جدا ان شاء الله. هنبدأ بأول تمرين لاستهداف عضلات الظهر، ومن أهم عضلات الظهر اللي لازم تستهدفها كويس جدا وهي اللاتس، اللاتيزماس دورساي، تمام. أول تمرين هنبدأ نعمله وهو الكروكرو. ده عبارة ان انت هتيجي في البيت هتقعد على كنبة، تحط ركبتك دي على الكنبة كده، وتحط ايدك على الكنبه قصادها هنا كده، وتمسك الدمبل او ازازه الميه ايا كان اللي هتلعب بيه، وتبدا ترفعها لفوق بنفس الوضع ده، وبتنزل لتحت خالص، تعمل استرتش كامل للعضله وتطلع تاني، تنزل لتحت وتطلع تاني. تعمل من 8 ل 12 على قد ما تقدر، وتريح دقيقه، تعمل كمان مجموعه وتريح دقيقه كمان مجموعه بنفس الوضع ده كده بالظبط، تمام. تعمله 3 مجموعات. تاني تمرين تعمله وهو البنت اوفر رو، برضو هنستخدم فيه اللاتس. هتقف كده وتتني ركبتك الاتنين سنة بسيطة، وبتوطي لقدام بزاوية 45 كده، نفس الشكل ده كده، تمام. وبترجع ايدك الاتنين لورا وبتريح، ترجع ترجعهم تاني لورا وتريح، برضو من 8 ل 12 وتريح دقيقة، 8 ل 12 وتريح دقيقة، 8 ل 12، 3 مجموعات. التمرين اللي بعده هنعمل شراجز. هتبقى واقف كده وميل جسمك سنة بسيطة لقدام، وترفع ايدك الاتنين لفوق وتريح، وانت ماسك برضو على قد ما تقدر ازازة المية. بعد كده تجيب دمبلز وهكذا. برضو من 8 ل 12، 3 مجموعات، تمام. التمرين اللي بعده هنستهدف فيه الابر باك. هتنام في التمرين على وشك بالوضع ده كده، تمام، وتبقى جايب دمبلز او ازازه ميه ايا كان اللي عندك بالشكل ده، وايدك 90 درجه. احنا عاملين ايدينا 90، فهيستهدف الابر باك وهيستهدف الكتف الخلفي، تمام. عشان بعدها ان شاء الله هنبدأ نستهدف الباي بقى. هنعمل 3 تمارين للباي، يعني البايسبس دي ليها راسين، فنعمل لها تمرينين وتمرين تاني لعضلات الريست بريكورادياليس. فهنبدأ الأول الباي الشورت هيد. الشورت هيد بتشتغل بشكل أكبر وانت مطلع ايدك لقدام، تمام، بالوضع ده. واللونج هيد بتشتغل وايدك ورا جسمك. فالشورت هيد هنيجي في اي كرسي كده في البيت بنفس الوضع ده، ادي كرسي عادي خالص اهو، وبحط ايدي عليه كده وماسك الدمبل وماسك في الكرسي كده، بنزل بالراحة وبطلع تاني. ومش لازم تنزل تفرد خالص، لا عادي انزل كده ايه، سيب سنة واطلع تاني، عشان الناس بتقلق من التمرين ده انه يقطع الوتر بتاع الباقي. فسيب سنة مدى كده ايه، والعب التمرين بوزن محتمل، وخلي نفسك في الامان وما تقلقش ولا حاجة. برضو من 8 ل 12، 3 مجموعات. بعدها بقى هنستهدف اللونج هيد، وزي ما قلنا ان اللونج هيد بتشتغل وايدك ورا جسمك سنة. فعادي بتقعد على كرسي عادي خالص اهو، وبترجع ايدك لورا بالشكل ده عادي. لو كرسي تعرف تريح عليه كده مفيش مشكلة، وايدك ورا جسمك اهي، وبتطلع وبتنزل بنفس الوضع ده. ممكن تعمل بالتبادل بقى، انت ماسك دمبلين تطلع بواحد وتنزل بالتاني. من 8 ل 12 المجموعة، وبرضو اعملوا 3 مجموعات، تمام. كده بقى اخر تمرين نستهدف فيه بريكيورادياليس، عضلات الريست
وبيشغل برضو الباي معانا، وهو الهامر كيرل. الهامر ليه شكلين، وانت قاعد كده او وانت واقف تقدر تاخده زاوية 90 درجة وايدك كده بالوضع ده، يعني مش ايدي كده، لا ايدي كده زي السيف، تمام. او تستهدفه بوضع برونيشن سنة وتجيب ايدك ناحية صدرك كده بنفس الوضع ده كده. ده افضل تارجت ليها. بدأت ان انت بترفع ايدك 90 درجة كده وخلاص لفوق، برضو كويس مفيش اي مشكلة. برضو من 8 ل 12 3 مجموعات كده. يبقى احنا استهدفنا كل عضلات الظهر بالكتف الخلفي بالباي، وعملنا كل التمارين الممكنة ان هي توصل بيك لافضل مدى. المهم بقى ان انت تعمل تدرج في الاوزان. لما تلاقي نفسك عمال بتلعب من 8 ل 12 بكل سهولة، يبقى انت محتاج تزود وزن، تمام. وهكذا لقيت الوزن بقى سهل، ابدأ زود وزن، عشان ما تلاقي الموضوع بقى سهل خالص تخش على مستوى 2 وتطور عضلاتك وتلعب عقلة وتلعب تجديف وتطور من نفسك بشكل كبير جدا ان شاء الله. الموضوع كل اللي هو محتاجه استمرارية. طول ما انت مستمر ومظبط اكلك ومظبط نومك وبتشرب ميه كويس، هتلاقي نتيجة اجباري ان شاء الله. وخصوصا في الاول، طول ما انت في الاول ولسه بتتمرن في الاول، النتيجة بتكون سهلة جدا وتلاقي نفسك عمال بتتطور بسرعة جدا. فما تيأس، هتلاقي في تطور وهتلاقي في نتيجة وهتدعيلي ان شاء الله. والفيديو الجاي هنعمل تمرينة الرجل، عشان بقى نبدأ نركز في فيديوهات الناس. في ناس عمالة تطلب فيديوهات علاج طبيعي كتير، ونركز فيها بقى ان شاء الله. نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.